هذه الوصفه لازم تسجلوها عندكم وتجربوها باسكو راح تولي لكم ادمان. الد واسهل وصفه تاع لازانيا ممكن تجربوها وصدقوني بزاف بنينه. من قوه بنتها كل مره نعاودها لهم في الدار وما يكرهوش منها. اول حاجه راح نديروا صوص بولونيز. هنا راح نغلي الطماطم اللي كنت قطعتها هكذا من فوق وننزع عليها القشره بعد ما نديرها في الماء البارد. في صوص بولونيز نحتاجوا حبه تاع جزر مسكرفجه في الناعم وحبه تاع بصل مفرومه. ونرحوا هذيك الطماطش اللي كنا نحيناها القشره ونحطوها على جنب. نجيب هنا مقله اللي تكون كبيره نحط فيها زيت زيتون وزبده ونقلي فيها بصل زروديه الثوم نقليهم مليح ومن بعد راح نضيف لهم الفيونداشي الكميه اللي تحبوها. نضيفوا التوابل تلقاوهم مكتوبين اسفل الفيديو ونضيفوا مغرفه طماطم مصبره تكون كبيره وهنا نضيفوا الطوماطيش ونخلوها تبقبق على نار قليله حتى تعقد معنا. بالنسبه للبيشاميل نجيبوا كاسرونه نحطوا فيها 4 مغارف تاع مارغرين ولا زبده ونضيفوا 4 مغارف تاع الفارينه ملح فلفل اسود جوز الطيب ونضيفوا شويه تاع زيت زيتون باش تعطينا البنه. وفي الاخير راح نضيف لهم لتر تاع حليب اللي يكون ساخن يعني لازم يكون ساخن ما يكونش بارد باش ما يتشكلوش معاكم لي. نبقى نحرك على نار قليله حتى تعقد معنا البيشاميل ونحطوها على جهه ونوجدوا الاوراق تاع اللازانيا نفرغ عليهم الماء الساخن ونخليهم مده نص ساعه. بعد ما تفوت نص ساعه نديروا المونتاج تاع اللازانيا تاعنا نديروا كوش بكوش لازانيا ومن بعد صوص بولونيز بيشاميل ونكملوا حتى نوصل الطبقه الاخيره ونديروا فيها البيشاميل. ومن الفوق نديروا الجبنه بشون نغطوا بالالومنيوم باش ما يتحمرش معاكم الجبن بالخف ومن بعد راح ندخلوا التيكراتينا. وهذه الوصفه تقدروا تجربوها تبارطاجوها.